الملحن العبقري جمال سلامة كان يعني السمة الرئيسية فيه انه مرح وبيضحك، والحقيقة انا حبيته جدا وتعرفنا على بعض لما بدأ يلحن أغنية حراس الوطن. ومن ذلك الوقت والمرحوم جمال سلامة كان أخويا وصديقي الصدوق. حكى لي قصة كويسة قوي. قال لي أنا كل ليلة عيد كنت أسمع السيدة أم كلثوم بتغني يا ليلة العيد أنستينا، بس أنا كنت عايز أغنية للأطفال، عايز حاجة كده فرايحي وفيها رقص، ففكرت اروح للشاعر عواد محمد وهو صديقي واقول له انا عايز حاجه كده اهلا اهلا بالعيد، وهخلي صفاء بالسعود احاول اقنعها انها تغني الاغنيه دي. قال لي الشاعر المبدع عواد محمد استمع الي وضحك، قال لي حاضر. فعلا كتب لي الاغنيه بتاع اهلا اهلا بالعيد. قال لي بقى انت وشطارتك مع صفاء بالسعود. لما رحت صفاء بالسعود طبعا في الاول قالت لي ايه ده، انا اغني اغنيه اهلا اهلا بعيد مع الاطفال؟ قال لي قعدت اقنع فيها ولحد ما قلت لها بس يعني وافقي وشوفي النتيجه ايه. المهم سجل اغنيه مع صفاء بالسعود في الاستوديو، وبعد التسجيل راحوا المخرج المبدع العبقري شكر ابو عميره وقالوا له احنا الاغنيه دي سجلناها وعايزينك انت بقى تخرجها للتلفزيون. بذكاء شكر ابو عميره جاب حناطير وجاب اطفال وراح عند البرج، برج القاهرة، وبدأ يصور مظاهر الفرح بتاع الأطفال. والأغنية دي لما ذاعت حققت نجاح غير عادي وأعلى مشاهدات، والحقيقة الناس كلها بتفرح بيها لأن فيها يعني جو المرح والفرح، فيها الإحساس بالسعادة، خاصة إن الأغنية لطيفة وجميلة وكلماتها بسيطة، وأكيد كلنا أما بنسمعها بنرددها وبنغني معاها. شطارة شكري أبو عميلة خلته فاز بجائزة أحسن مخرج عن هذه الأغنية، وبالقطع طبعا صفاء بسعود وجمال سلامة احتفلوا بالنجاح ده. وجمال كان فرحان جدا إن قدر يعمل أغنية تذاع كل عيد، فيها الفرح والمرح، فيها القصة الحلوة والسعادة، وتحسك إنك أنت فعلا في عيد. الله يرحمه، هو الحقيقة كان مبدع رغم ان هو ما خدش التقدير الكافي له وقدر، لكن الحقيقه كان المفروض يقدر اكثر من هذا، وانا اعتقد ان الاجيال القادمه هتقدره. حبيت اقول لك على قصه اهلا اهلا بالعيد اللي حكاها لي الملحن المبدع جمال سلامه. تحياتي.